موقع جيم مصر، أول موقع مصري لكمال الأجسام. عاملين ايه؟ معاكم بجد سعيد من شات فيتنس. البرنامج ده برعاية جيم ليجن. تعالوا نعرف بعض أكتر بشات. شات بيمرنك على الحركات الطبيعية اليومية اللي أنت بتعملها كل يوم وأنت مش واخد بالك. الحركات اللي هتعملها جوه الجيم وهتفيدك في يومك العادي بره الجيم أكتر ما هتفيدك جوه. عندنا الأسلوب مختلف شوية، عندنا صحتك أهم من شكلك. يعني أنا ما يفرقش معايا شكلك عامل إزاي، المهم صحتك عاملة إزاي وأدائك عامل إزاي. كده كده عارفين الشكل بيجي وبيروح. هوريكم فيديو تمرينة من التمارين بتاعتنا، ولو دماغك زينا يبقى ده مكانك. مستنيينكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كذا موضوع مختلف، النهارده تعالوا نقسم المواضيع دي لحلقات. هنتكلم النهارده عن السبلمنتس، المكملات الغذائية. يعني ايه كلمة سبلمنت؟ سبلمنت يعني مكمل لحاجة ناقصة. مكمل لحاجة بنخليها ذات فعالية أكتر. ايه هي الحاجة دي؟ هي الأكل الطبيعي بتاعنا. ساعات بيبقى صعب عليك انك تشرح لواحد يعني ايه مكمل غذائي او يعني ايه بروتين من غير ما انت ما تكون اصلا فاهم معناها. فالنهارده احنا هنقسم الحاجه دي لمواضيع كتيره صغيره وهنشرحها بابسط المسائل. هنتكلم عن اول مبادئ البروتين. البروتين هو عنصر مهم جدا، يمكن اهم عنصر في الاكل. لازم يكون موجود في دمك وفي خلاياك وموجود في كل حاجه في جسمك وموجود كل يوم في الاكل اللي انت بتاكله يوميا، لان هو بيبدا من انسجه العضل، خلايا الدم، للانزيمات اللي حتى بتهضم اكلك. اما بناكل البروتين دايما البروتين بيتكسر لحاجات اصغر جوه الجسم بعد عمليه الهضم. البروتين لما بيتكسر لحاجات اصغر بيتكسر لحاجات اسمها امينو اسيدز، الاحماض الامينيه، وهم 20 واحد. في 9 منهم هم اهم عناصر لازم تكون موجوده، وفي 11 تانيين مش قوي. هنا هنلاقي ال9 عناصر المهمين جدا مكتوبين وهتلاقيهم في الديسكربشن تحت موجوده، وفي الحته دي هنلاقي مكتوب ال 11 تانيين برضه هنبقى كاتبينهم تحت. دول هيساعدوك وانت بتدور على اي بروتين سبلمنت. بعد كده تبص على الكلام اللي مكتوب على العلبه من ورا، هتبقى عارف انت محتاج ايه او انت مش محتاج ايه. الامينو اسيد الاساسي اللي احنا كنا شايفينه في الحته دي ده لازم يكون موجود في الاكل بتاعك اليومي، ما ينفعش تتخلى عنه يوم واحد في وسط التمرين بتاعك. لكن ال 11 امينو اسيد التانيين دول اللي جسمك اصلا هو اللي بيصنعهم، مش لازم تجيبهم من الاكل اللي بره، لان هو كده كده جسمك بيخلقهم جواك. لكن مش معنى ان جسمك بيعملهم جواك وان هم مش مهمين ان احنا نتغاضى عنهم ونبعد عنهم، لان لو في امينو اسيد واحد بس مش موجود في وسط ال 20 واحد دول يبقى كده السلسله باظت، وجسمك هيبتدي يدور على الامينو اسيد الواحد ده المفقود فين، هيلاقيه جوه العضله بتاعتك، هيبتدي يكسر في العضله البروتين، بعد كده يكسر البروتين لامينو اسيد عشان ياخد الامينو اسيد اللي هو عايزه، ودي كده انت في حاله خساره العضله. دي حاجه احنا عايزين نبعد عنها. يبقى احنا اول حاجه عارفينها لازم ال 20 امينو اسيد دول يكونوا موجودين تماما كاملين في جسمك عشان ما يحصلش اي خلل او اي نقص في العضلات. لكن للاسف مهما خدنا من كميه امينو اسيد كتيره، احنا جسمنا ما بيخزنش الامينو اسيد زي ما بيخزن الكربوهيدرات، وده معناه ان احنا لازم كل يوم ناخد امينو اسيد تانية تكفي عضلاتنا وتكفي جسمنا وتكفي الفانكشنز الكامله للجسم. مفيش غير نوعين اللي تقدر تدخل بيهم البروتين في جسمك، بروتين نباتي وبروتين حيواني. تعالوا نبسط الموضوع اكتر. الكيبورد اللي قدامك بتاعت الكمبيوتر بتاعتك ده البروتين، الزراير اللي فيها دي هي الامينو اسيد. الكيبورد دي بتبقى كيبورد كامله وكيبورد شغاله سليمه 100% لما يكون كل الزراير شغاله وكل الزراير موجوده عندك. كل زرار من اللي قدامك مختلف، لكن لما بيتجمعوا مع بعض بيعملوا الكيبورد اللي قدامك اللي انت تقدر تستعملها بالشكل اللي انت عايزه. نتكلم عن البروتين الحيواني. البروتين الحيواني فيه كل الامينو اسيدز اللي انت محتاجها، كل الامينو اسيدز اللي انت محتاجها اللي هتكون لك البروتين الكامل. والبروتين النباتي مختلف شويه، لان مش دايما بيكون فيه كل الامينو اسيدز اللي انت محتاجها اللي هي تبني عضلاتك، لكن في الحقيقه مفيش غير نوع واحد من النباتات هو اللي بيديك البروتين الكامل، الفول الصويا. السؤال بيتكرر كتير، ايه كميه البروتين اللي انا محتاجها في يومي عشان جسمي يكبر؟ في دراسات كتيره بتقول ان البني ادم الطبيعي محتاج جرام واحد لكل كيلو. البني ادم الطبيعي ده اللي هو ما بيعملش اي مجهود، شغال عادي يومه عادي، ما بيعملش اي حاجه رياضيه. لكن بالنسبه للرياضيين والبودي بيلدرز بتوع كمال الاجسام دول محتاجين من 2 لحد 4 جرام بروتين في اليوم لكل كيلو موجود في جسمهم. في اي نظام غذائي بيكون في حاجه اسمها نيتروجين بالانس. النيتروجين بالانس دي بتقول ان كميه البروتينات اللي داخله جسمك هي نفس كميه البروتينات اللي انت محتاجها بالظبط عشان جسمك ما يخسش، وبالعكس هي بتخليه كمان يزيد. والمتعارف عليه ان البروتين لازم يكون اكتر من 40% من الكالوريز اللي داخله كل يوم جسمك، وده ما بيأثرش على الكبد وما بيأثرش على اي عضو اخر في جسمك.
ميزه ثانيه من المميزات ان انت تاخد بروتين اكتر من اللي انت اصلا مطلوب منك انك تاخده. يعني لو نفترض انت مطلوب منك تاخد 2 جرام على كل كيلو، نفترض انت خدت 2.5 جرام. البروتين معروف ان هو بياخد وقت اكتر عشان يتهضم، بياخد مجهود اكتر عشان يتهضم. فمعنى كده ان انت يكون في بروتين في جسمك هيكون عندك نظام الشبع اكتمل، وجسمك هيفضل يشتغل ان هو يحاول يحرق في البروتينز دي. فمعنى كده ان الكالوريز هتتحرق اكتر، لان زي ما قلنا البروتين بياخد طاقه اكتر عشان يكسر. معنى كده ان هو هيحرق كالوريز اكتر من اللي في جسمك، وفي نفس الوقت البروتين هيفضل في بطنك لمده طويله، هيخليك عندك حاله من الشبع. ودي اصلا مشكله بتواجه ناس كتير، بيكونوا لسه واكلين وبعدها بساعه بيحسوا ان هم جعانين، لان هم ما خدوش كميه البروتينات الكفايه اللي هم محتاجينها اصلا. والوجبات اللي فيها بروتين عالي بتساعد الناس اللي هي عايزه تخس او عندها مشاكل في الجوع، مشاكل في ان هي تتحكم في نظام الاكل بتاعها، او ان هي عايزه تاكل على طول. لو اكلت اكل عالي البروتين قليل الكارب قليل الفات، هتلاقي ان انت نفسك مش قادر تاكل بعد كده لفترات اطول. لكن مش معنى كده ان احنا نركز على البروتين بس ونفضل ناكل في البروتينات بس، وننسى ان احنا عندنا كربوهيدرات، ننسى ان احنا عندنا فيتامينز، ننسى ان احنا عندنا حاجات كتيره جدا لازم ناخد بالنا منها. ان احنا لسه عندنا تاني املاح، عندنا كربوهيدرات مركبه، وعندنا فايبرز. عشان جسمك يزيد لازم تكون مكمل المجموعه دي كامله، وتكون كل يوم نفس المجموعه دي داخله جسمك بالنسبه اللي انت محتاجها. وزي ما في نوع بروتين احسن من نوع بروتين تاني، زي ما بالظبط في نوع نشويات احسن من نوع نشويات تاني، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله. اعملوا لايك لجيم ايجيبت، سبسكرايب لجيم ايجيبت، لايك لشير فيتنس، واستنونا في حلقه جايه اكتر. لو شايف انك استفدت من الحلقه بتاعت النهارده اعمل لنا لايك. لو عندك اي اسئله عايز تعرفها ابعت لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا، او اكتب لنا في كومنت، وان شاء الله كل الاسئله بتاعتكم هتعود عليها. السلام عليكم. موقع جيم مصر، أول موقع مصري لكمال الأجسام.